السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد في قناه شويه من الحاجه مع ايمان. ومرحبا بكم فيديو جديد اللي كنتمنى بحال ديما يعجبكم. فيديو اليوم البنات غادي نشارك معكم هاد الرغيفات اللي كيجيو زويونين اللي يقدروا ينفعوكم في رمضان. دابا ما بقى والو، غالبا ديال الناس كيبغيو يوجدوا هاد الشيبات على قبل ويخلوهم في كونجيلاتور. انا بصراحه ما دايرهمش على ود رمضان، غير درناهم جاتني فكره نتقاسمها معكم في هاد الايام، فاش هكذا اللي بغى يدير شي حاجه يوجدها رمضان يجرب حتى هادو حيت يجيو زوينين. بالنسبه للبنات هاد الرغيفات معمرين بالكفته والفلفله، ويمكن لكم تزيدوا اي حاجه عندكم. يمكن لكم ديروا الكبده، يمكن لكم ديروا غير الخضار، يمكن لكم ديروا الدجاج. داكشي اختياري، كل وحده وشنو كيعجبها وشنو متوفر عندها في الدار. كيف ما كتشوفوا معايا البنات كتجي العجينه مورقه ومقرمشه، كيجيو لذاذين بزاف. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير والطريقه. وهذا هو شكلهم من بعد ما حليت لكم حيده باش تشوفوها. كتجي بحال هكذا. وبغيت نشارك معكم البنات هذه كنت خديتها من ايكيا، بحال هكا تيجي زوينه فاش يكون شي حاجه صغيره بحال هكذا، كتبقى تحط بها وكتهز. خصوصا كانوا دايرين فيهم بروموسيون، كانوا رخاصين على الا بقيت عاقله وقيلا كانوا رجعوهم 600 وكانوا دايرين اكثر من هذا الثمن. 600 يعني 30 درهم. المهم هذا هو المقدمه ديال الفيديو. بحال ديما ما غاديش نزيد نطول عليكم في الهضره بزاف. الا بغيتوا تعرفوا على المقادير والطريقه شوفوا معايا الفيديو. ودابا نقول لكم فرجه مبتهجه. انا اول حاجه غادي نبدا بها هي البصله. خديت القياس ديال البصله اللي غادي نحتاجو، كتبقى على حسب الكميه اللي غادي ديروا ديال هاد الحشو ولا هاد الرغايف. انايا بقيت كناخذ البصله اللي غادي نطحنها. كاين لكم تقطعوها غير بيديكم، انايا كتنفعني هاد الطحانه بحال هكا، كتسهل عليا الوقت. صافي غادي نبقى بحال هكا، غادي ندير كميه بكميه نطحنها ومن بعد نوريكم العطريه اللي غادي ندير. ودابا من بعد ما نقينا البصله وقطعناها كيف ما شفتوا معايا في مولينكس وبكينا شويه، غادي نزيدوا لها غير شويه ديال الزيت النباتيه. صافي. ومن بعد غادي نزيدوا شويه ديال الملحه اللي كتبقى عندكم ميزانكم. وصافي هادشي اللي كاين. وغادي نخليو هاد البصله والزيت يتشحروا. عاد من بعد غادي نزيدوا العطريه الاخرى اللي بقات لنا. دابا البنات راني نزيد الكفته وغادي نبقى نزيد العطريه اللي غادي نديروا فيها شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون وشويه ديال السودانيه الحاره. انا غادي نوريكم القياس اللي غادي ندير دابا. بالنسبه للكمون هذا هو القياس اللي غادي ندير. غادي نزيد التحميره، غادي نزيد هاد المعلقه وغادي نزيد المعلقه الثانيه. هي المعلقه الثانيه. نسيت ما قلت لكم قبيلات، غادي نزيد شويه ديال البزار وشويه ديال هاد السودانيه الحاره. يمكن لكم تستعملوا حتى الفليفلات اللي تيكونوا حارين صغار حتى هما تقطعوهم وتزيدوهم، كيبقى داكشي اختياري. صافي. ودابا غادي نحرك هادشي مزيان باش ديك الكفته تبنن لينا مع هاد العطريه. ومن بعد عاد غادي نزيد الفلفله. من بعد البنات غادي نزيد الفلفله. هنا عندي الفلفله حمراء وخضراء، يمكن لكم ديروا حتى الصفراء على حسب شنو متوفر لكم. انا مستعمله كيف ما كتشوفوا معايا مكونجله، الا كانت عندكم طريه استعملوها. ومن بعد غادي نزيد هذا القياس ديال المعدنوس، هي كتبغي غير المعدنوس ماشي القزبور. وصافي غادي نحركوا هادشي مزيان وغادي نذوقوا. الا بات لنا شي حاجه ناقصه غادي نزيدوها. وصافي غادي نبقاو نحركوا بحال هكا فاش توقف لينا البصله في الليدان ديالها والكفته طيب لينا والفلفله طيب لينا. غادي نطفيو عليها. سمحوا لي البنات ما كيبان والو دابا مع الضبابه مع داك البخار ديال الماكله. المهم هادشي اللي كاين، هاد الطريقه راه معروفه. وهذا هو شكل ديال العماره ولا الحشوه اللي غادي نحتاجوها في الرغيفات. كتجي بحال هكا واقفه في دامه. وبالنسبه للماء البنات كيف ما شفتوا معايا ما درتوش، طاب هادشي في داك الماء ديال البصله حيت كانت كميه كثيره ومع الطحنات كطلق شويه الماء، يعني الماء العادي ما زدناش كاع في مره. وصافي دابا منين الحشوه هي وجدات، دابا غادي ندوزو باش نوريكم شنو غادي ندير في العجينه ديال الرغايف. وبالنسبه للعجينه هنا درنا تقريبا باله ديال الفورس، باله ديال الفينو، كيبقى على حسب الكميه ديال الحشوه اللي عندكم. غادي نزيد هنايا تقريبا نص معلقه صغيره ديال الخميره، تقريبا بحال هكذا غادي نزيدوها. غادي نديرو قياس الملحه قد هكا، تقريبا قد هكا الملحه.
المهم بحال الطريقه العاديه. وغادي نجمعوا هادشي بالماء اللي تيكون دافي. من بعد ما غادي تجمع ليا العجينه غادي نوريكم شكلها كيفاش غادي يجي. وصافي البنات، هذه هي العجينه كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما تعجنات لينا دابا كنديروها كويرات بحال هكذا على حساب واش كيتبغيوهم يكونوا كبار ولا صغارين. ومن بعد غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه عاد غادي نعمروهم. المهم دابا غادي نبقاو هكا نديرهم كويرات ومن بعد نوريكم شو غادي نديرو. بالنسبه للطريقه البنات كيف ما شفتوا معايا، انايا دايرين وحيدين كبار ووحدين صغار. غادي ناخذ وحده كبيره بحال هكا، غادي نديروها مزيان بالزيت وغادي نبسطوها مزيان مزيان. المهم من بعد ما غادي نطلقها مزيان على هاد الطبسيل غادي نوريكم شنو غادي ندير. صافي دابا من بعد ما طلقتها سبحان الله العظيم الاخرين اللي ما كاينش نصورهم حتى وحده ما تقبات، وهذه اللي صورتها دابا تقبات لي، ولكن ماشي مشكل اصلا باقي غادي نديرها في وسط رغيفه وحده اخرى. دابا غادي ناخذ الحشوه، نحاول ناخذ غير داكشي اللي فيها البصله والفلفله، ما نديروش بزاف غير شويه. هذه الكفته اللي جاتنا كبيره نقطعوها، غادي نديرو غير شويه بحال هكا. غادي نديرو شويه ديال الزيت وغادي نجيبوها النص هنايا. المهم انا بيد وحده دابا ما تنقاش داكشي مزيان. دابا من بعد ما درت هاد النص البنات دابا عاد غادي ندير الحشوه تكون كثيره، تكون البصله والكفته الفلفله كلشي يكون كثير بحال هكا. ندير شويه الزيت وغادي نجيب عاوتاني هاد النص الاخر غادي نديرو من الفوق. سمحوا لي البنات راني شروطتها حيت راه تنخدم غير بيد وحده. غادي ندير عاوتاني البصله، ما لقيتش شكون اللي يصورني عليها يد كنصور بها ويد كنخدم بها. المهم هاد الطريقه راه باينه. حتى غادي ندير هنا البصله صافي، وغادي نجيب هاد الجهه هنايا وهاد الجهه هنايا وغادي نخليوها على جنب. دابا غادي ناخذ الزيت وغادي ناخذ هادو اللي تيكونوا صغارين وغادي نورقها مزيان ونحاول هذه ما تقطعش ليا حيت في وسطها غادي ندير داك الغيفه اللي وجدت قبيلات. دابا من بعد ما ورقتها غادي ناخذ عاوتاني الزيت غادي نديرها وغادي ناخذ داك الرغيفه وهاد الجهه اللي فيها التثنيه هي اللي غادي نديرها من التحت بحال هكا وصافي. وهنا غادي نجيب هذا لهنا وهذا هنا وغادي ندير على شكل الرغيفه العاديه. هذه ما غاديش نصورها لكم البنات خفت لا تمشي تقطع ليا. غادي نديرو بحال العاديه. هاد النص غادي نجيبو هنايا واللي مقابل معاه من هنايا وغادي نجيبو الاخرين باش يوليو لنا رغيفات بحال هاد الشكل. صافي ها هي واجده وبحال القبيلات. هاد الجهه اللي فيها التثنيه هي اللي غادي نديروها من التحت. طريقه باينه. غادي نبقاو غاديين هكذا حتى تساليو هاد الكميه كلها اللي بقات لينا. المهم هي هادي الرغيفه الاولى كتبسط ولا كتطلق مزيان. من بعد الحشوه كناخذوا غير شويه كنديروها من التحت زعما في هاد الجهه عاد فاش كنتنيو كنديروا كميه كتكون شويه كثيره.
وصافي هي الرغيفه الاولانيه هي وجدات. ودابا غادي ناخذ الرغيفه الصغيره بحال اللي وريتكم قبيله، غادي نطلقوها مزيان وغادي نديرو في وسطها هذه اللي هامه بالكفته والبصله. يمكن لكم ديروا الشحمه، حنا ما كتعجبناش الشحمه عليها ما كنديروهاش. اللي كتعجبو الشحمه يمكن ليه يدير الشحمه مع الكفته والبصله والفلفله وصافي. من بعد ما غادي نساليو هادشي كامل زعما الكميه اللي عندنا كلها ديال الرغيف غادي ندخلو للفران. يمكن لكم طيبوهم فوق البوطه ولينا في الفران كيجي ولدات اكثر وحسن. صافي غادي نبقاو غادي على هاد الكميه حتى نساليو كلشي اللي عندنا. بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي في التعليق ماما كتخدم بيد وحده، غادي نقول لكم ماما يديها لي منيه مريضه، لان في نفس الوقت كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله راه حادقه وتديرهم مزيانين. ها واخا بيد وحده ما متقبل ما والو ماشي بحالي ياك ماما حشمانه ماما. المهم بالنسبه للبنات الحشوه يمكن لكم تزيدوا حتى الزيتون كيجيو فيهم زويونين، ولا بلاصه الكفته ديروا الكبده كيجيو واعرين بزاف. شي نهار ان شاء الله دابا نشاركها معكم كيجيو حتى بالكبده زوينين. المهم ما عرفتش واش كيبان لكم بعدا مزيان ولا لا كتبعدها الكاميرا. صافي هذه دابا العجينه الاولى هي قداتها، ونفس الطريقه غادي تاخذ وحيده صغيره وغادي دير نفس الطريقه ديال قبيلات. قربيها ماما شويه هنايا في الوسط. صافي تبارك الله اللاطه ديال ماما هي عمرات درت جوج، وانا مازال في الاولى اللي هي هذه باقي ليا وحيده نزيدها في الوسط ومن بعد ندخلهم الفران. وصافي دابا البنات غادي نكمل انا داكشي اللي بقى ليا. دابا ماما شعلت الفران صافي باش طيب الاخرين اللي وجدوا، وانا غادي نكمل داكشي اللي بقى ليا. صافي هادشي اللي كاين غادي نكمل داكشي اللي بقى لي ومن بعد نوريكم شكلهم النهائي من بعد ما خرجوا من الفران. البنات نسيت ما قلت لكم راه قبل ما غادي يدخلوا الفران كنبسطوهم غير شويه من الفوق بحال اللي كدير ماما بحال هكذا. كنبسطوهم غير شويه باش يجيو زعما ماشي نرقوهم بزاف غير شويه باش يبقاو منفوخين وغلاضين، ومن بعد عاد غادي ندخلوهم الفران. وهذيك الجديده عاوتاني ديال ماما اللي كنتمنى ان شاء الله في هاد العواشر وما بقى والو رمضان ديما بالشفاء وترجع ليها صحيحتها ان شاء الله وترجع كيف ما كانت ان شاء الله. وبالنسبه للفران البنات كنشعلوا عليه الفوق والتحت، وهنا عاوتاني قبل ما كندخلوهم كنديروا لهم شويه ديال الزيت باش يجيو محمرين ويجيو مقرمشين من الفوق. وانا غادي نكمل هادشي اللي بقى ليا. وهذا هو شكلهم من بعد ما خرجوا من الفران. كيجيو مقرمشين، عرفت البنات كيجي مذاقهم لذاذ وكتجي العجينه مقرمشه ماشي بحال الملاوي العادي زباروطو، تيجيو مقرمشين وما كيجيو زويونين مع اتاي بالنعناع كيجيو يا سلام كيجيو لذاذين. بالنسبه للبنات التزيين يمكن لكم ديروا الفرماج من الفوق باش يكونوا صافي قربوا يطيبوا، تحكوا شويه الفرماج من الفوق وتخليوه حتى يذوب. حنا اليوم ماما ما بغاتهم يكونوا تقليديين زعما ما فيهم لا زيتون لا فرماج لا حتى حاجه، فيهم غير الكفته والفلفله اللي درنا. وكيف ما قلت لكم يمكن لكم تعوضوا الكفته بالدجاج، ديروا الكبده كتجي زوينه الكبده
يمكن لكم ديروا اي حاجه. ان شاء الله دابا نشارك معكم وصفات وحده اخرين بنفس العجينه اللي قدمت لكم. حتى بالقرعه كيجيو لذاذي، بالقرعه الخضراء والكبده والفيرميسيل. ماما تاكل حتى الفيرميسيل وخيزو، عرفتوا كيجيو لذاذ حتى هادو. ان شاء الله دابا نتقاسمها معكم. هذه كفكره على ود دابا ما بقى والو رمضان، مره نبقى نتقاسم معكم وصفات بحال هكا ساهلين تقدروا توجدوهم للفطور وكيجيو لذاذين وكيشبعوا. وهي هذه البنات حطيتها لكم في الطبيسيل باش نحلها وتشوفوها كيفاش غادي تجي من الداخل. وهذا هو شكلهم من الداخل، كيجيو بحال هكذا. وصافي هذا هو الفيديو اليوم اللي تشاركت معكم، اللي كنتمنى يكون عجبكم وتكون عجبتكم حتى هاد الموسيقى اللي طالقه ماما تيعجبوها باش كدير شي حاجه بحال هكا تكون طالقه الاغاني القدام المغربيه. صافي فيديو اليوم سهله اللي كنتمنى يكون عجبكم، وبحال ديما نقول لكم نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.